السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يوم سعيد بإذن الله، يلقاكم بالصحة والسلامة. وباش ما تمنيتو إن شاء الله كتشوفوا غنصيب معكم عصير ديال الخوخ والجزر أو خيزو، كيجي رائع بزاف. أنا حتى وجدته وقلت علاش ما نحطش معكم المقادير. هنا كتشوفوا انا عندي المقادير هنايا. انا راه ديجا سالقه خيزو، غير غنوريكم المقادير ديال كيفاش غادي نسلقوا خيزو. هنايا كنقشروا خيزو وكنعملوه دوائر ولا كنقطعوه مكعبات، وكنضيفوا عليه ايطرو ونص ديال الماء وكاس ديال السكر كيبقى على حسب الذوق ديالكم. وكنعملوه كيطيب. كنديرو في كوكوط، كنسدو عليه واحد 5 دقائق وكنحلو عليه. هنا كتشوفوا انا راه درتو. وجدتو، درت فيه طرونس ديال الماء وكاس ديال السكر وقطعته هكا دوائر وعملته في الكوكوط، سديت عليه واحد 5 دقائق حتى طاب معايا وطفيت عليه. وهنا غادي نضيف عليه الخوخ. انا مبغيتش نضيف عليه الخوخ مباشره. هنا خديت انا هاد الخوخ هذا الا لقيت الخوخ بلدي من الاحسن موجود. هنا ما لقيت الخوخ هذا اللي لقيت. هنايا غادي نعملو على الجزر او خيزو، وغادي نرجعو مره ثانيه باش غادي يطيب معايا الخوخ. غادي يعيد يطلع مع الغليه وغادي نطفي عليه ان شاء الله. هنا بعد ما طاب معايا الخوخ، هنا غادي نزول ليه هاد العظم اللي كيكون عنده لداخل. ساهل باش تحيدوه. صافي و كلهم يعني نحيدو منهم العظيم ديالهم. وغادي نزيدو عليه دانون، اي دانون يكون عندكم، يكون بنكهة ديال الخوخ. كتعملوه باش كيعطينا كيزيد في لوغو. وهنايا كتشوفوا علاش ما درتش الخوخ مع الجزر، لان الخوخ راه دغيا كيوجد، دغيا كيطيب. هنايا كتشوفوا هنايا راه حيت لي كلشي العظيم ديالو الخوخ. وهنا غادي نعمل دانون. من الاحسن لقيتو ديال الخوخ كيجي رائع. هذا بالمذاق المشماش. المهم كيبقى على حسب الذوق ديالكم في دانون. هنايا انا غادي نخويهم بجوجهم، وغادي نزيد فيه مازال ايتر اونص ديال الماء. يعني في المجموع الماء كنعملو فيه 3 ايترونس كنطيبو بيه. و ايترونس ملي كنطحنوه كنزيدوه في العصير. هنايا انا غادي نطحنوه عاد باش غادي نزيد الايترونس الاخر ديال الماء. كيجي لذيذ هاد العصير هذا. وكي قلت لكم السكر على حسب الذوق ديالكم، تقدروا تزيدوا ولا تنقصوا. والجزر يمكن لكم تعملوا كيلو كله. هنا غادي نطحنو. حيت انا الا شفتو الجزر راه ما درتش كيلو كله، درت غير كيلو الا ربع ديال الجزر. وعطاني حيت بغيتو يكون خفيف، راه عطاني كميه ما شاء الله. هنا كتشوفوا ملي كيتطحن كيرجع فيه هذا اللون هذا الجميل، لان فيه الجزر كيعطينا هذا اللون هذا ديال الخوخ، كيجي رائع. هنا كنطحنوه مزيان. انا راه ما كنصفيه ما والو، غير كنطحنوه صافي. حيت ملي كيتطحن راه ما كتبقى تبان لا قشره لا حتى شي حاجه. صافي انا غادي نرجعو في نفس الكوكوط باش غير
عفوا نطحن كل شيء نزيد فيه الماء اللي غادي يكفيني. صافي هنا راه طحنتو كله. هنا غادي نمشي نزيد فيه الماء كنعملو اطرونس كيبرد معنا مزيان في الثلاجه. انا عملته حتى تتلج هذاك الماء باش غنزيدو فيه، ومن بعد كندخلو الثلاجه باش دغيا لا كنتو زرباني عليه دغيا كيوجد هنا كي كتشوفوا الماء راه درتو انا بردتو مزيان يعني متلج. درت اطرونس اخر زدتها صافي. هنا راه كندخلو حتى كيبرد معنا وكنقدموه. بالنسبه لهاد السخانه هادي وكيجي رائع كتشوفوا لنا. انا راه عملته جا خفيف كي قلت لكم. ما درتش الجزر، راه درت غير كيلو الا روب ديال الجزر فيه طرونس ديال الماء وكاس ديال السنيده. عملتهم تيطيبوا. سديت عليه كوكوط واحد 5 دقائق تطاب الجزر. طفيت عليه وعاد باش درت الخوخ وخليته كيطلع فيه الغليه صافي. وطحنته وعملنا تاني اطرو نص اخر ديال الماء بارد. وكاين اللي كيعمل كيلو ديال خيزو كيجي شويه ثقيل، اللي كيعجبو سميتو ثقيل كيديرو. اكيد كنعملو دانون يعني اللي يكون فيه نكهه ديال الخوخ. هنا كتشوفوا راه كيجي رائع وكيجي منعش واقتصادي ونتمنى ينال الاعجاب ديالكم، تكونوا راضين عليه، وكنقول لكم الصحه والراحه ومع السلامه. وكي قلت لكم بالنسبه للنكهه راه تقدروا تدخلوا عليه غير النكهه ديال الخوخ الا ما بغيتوش تدخلوا عليه دانون، وكيجي رائع. وكنتمنى نال الاعجاب ديالكم، كنقول لكم الصحه والراحه. جربوه، عصير اقتصادي وكيجي رائع. مع السلامه.